نسوي اليوم وصفة بسمك السالمون، وصفة حيل صحية ومكوناتها بسيطة. عندي 4 قطع من سمك السالمون. عندي زنجبيل، ثوم، كزبرة، ليمون جراس، ماي، صويا صوص. اخذوا الصويا صوص أقل ملح، متوفرة بأغلب السوبر ماركتات. نص كوب من الصويا صوص، نص كوب ماي، نص كوب من الكزبرة المفرومة، كذلك ليمون جراس نص، شوفي شلون مقطع بهالشكل، ربع من الثوم وربع كوب من الزنجبيل. ونتبل سمك السالمون بهالتتبيلة الحلوة لمدة ساعة. نسحب الشوك من السمك. شلنا قطع السمك من التتبيلة والحين راح نطبخها على النار. بعد ما تغلي الصلصة راح نشخلها بالمشخال ونصفيها. نشخل الصلصة بهالشكل. الحين نحط قطع السمك هذا الشكل، بس تغير لونها أقلبها، ترى ما لها روح، بسرعة تخلص. 5 دقايق على كل جهة تقريبا. في مقلة نظيفة نحط شوية من الصلصة، نحط عسل على السمكة، ندهنها بهالشكل، نرجعها بعد على النار شوية عشان تتحمش مع العسل. نحط على الوجه الثاني بعد عسل شوي لغاية ما توصل هالمرحلة. عصرة ليمون، ونبتدي التزيين. فلفل حار اللي يحب طبعا، جربوها راح تحبونها وايد.